مقتطف من خطاب أوباما سنشاهده مع مشاهدينا الكرام ثم نعود للتعليق عليه. المقتطف. At this moment, the greatest threats come from the Middle East and North Africa, where radical groups exploit grievances for their own gain. And one of those groups is ISIL, which calls itself the Islamic State. Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic. No religion condones the killing of innocents, and the vast majority of ISIL's victims have been Muslim. And ISIL is certainly not a state. It was formerly al-Qaeda's affiliate in Iraq and has taken advantage of sectarian strife and Syria's civil war to gain territory on both sides of the Iraq-Syrian border. It is recognized by no government, nor by the people it subjugates. إذن كما تابعنا الدولة الإسلامية أو تنظيم الدولة الإسلامية ليست إسلامية. أستاذ حسن، يعني هل هزلت حتى استامها المفلسون؟ الشيخ أوباما هو من يقرر ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي؟ وهو سبقه من قبل جورج بوش أيضا وقرر مثل هذه الحقيقة. كان باقي فقط يعني النظام العربي أن ينعم عليه بشهادة أزهرية أو ينعم عليه بعمامة، يعني عمامة للعلماء الشرعيين، لأنه أفتى جورج بوش من قبل بهذا. فهم يعني هذا المصطلح الذي دشنوه الإرهاب من 2001، وإن كان بيل كلينتون أسبق في تدشين هذا المصطلح، لعبوا به علينا يعني فترة طويلة جدا. الآن نحن بغض النظر عن هذا اللعب لا أفرق الحقيقة بين التمثيل الهوليودي والأفلام الأمريكية وبين ما يقوم به. احنا ظننا أن أوباما بناء على يعني ما طرحه قبل الانتخابات أنه جاء لكي يغير أو يعدل على الأقل الصورة النمطية الأمريكية في الأداء، وإذا به في الحقيقة لا يختلف. الآن أنت أمام جورج بوش ثاني، لكنه هنا يعني الشخصية مختلفة، الفيسز قد تبدلت، الوجوه قد تبدلت، لكنه تغير اللون. نعم، لكن اللعب هو نفس اللعب. فالأمر الحقيقة لا النظم العربية ولا حتى النخب السياسية الآن يعني عندها قدرة أن تغير من المشهد أو المعادلة. المسألة ترجع إلى الأصلاء، إلى الأمة، إلى الشعوب. يعني نحن هنا المعركة هي معركة وعي، وإذا إذا الأمة مضت نحو إدراك حقيقة ما يجري وكشفت فإنها حينئذ كفيلة. طب يعني أستاذ حسن، في خضم هذا البحر اللجي من الدعاية والبروباغندا التي تقوم عليها كبريات وسائل الإعلام في الغرب وفي العالم العربي، هل ترى يعني بصيص ضوء للشعوب العربية كي تتلمس طريقها نحو الوعي الذي تفضلت بالحديث عنه؟ نعم، لأنه الواقع العملي هو الذي يعطينا الأمل. يعني احنا الأمل في الله عز وجل. عمليا رأينا يعني حراك الأمة سواء كان في تونس أو في ليبيا أو دول الربيع العربي وما تتهيأ له. يعني الآن الاستراتيجية الأمريكية تريد أن توقف الثورة في مناطقها وأن تدخلها في وحل من الإشكالات التي لا تنتهي وباستخدام الصدمة والترويع، وتريد أيضا أن لا تمتد هذه الثورة إلى المناطق الأخرى. لكن الحقيقة أداء العرب في يعني سواء كان أداء العراقيين خلال 10 سنين مضت أو أداء السوريين الآن يوم بخير عظيم. لأنه لماذا لجأ أوباما والمنظومة الدولية وصلت إلى هذه المرحلة؟ لأنهم فشلوا في الحقيقة في إعادة تجليس الثورة السورية حسب مشتهاهم. الآن القتل الذي حصل ل50 أو يزيد من قيادات. سوف آتي على هذا الموضوع. نعم. يعني ربما نبحثه بشيء من التفصيل، ولكن لفت نظري أيضا في هذا المقتطف الذي استمعنا إليه أن أوباما يقول إن القوى الجوية الأمريكية نفذت حتى الآن ما يزيد على 150 غارة على مواقع تنظيم الدولة، وفي نفس الوقت يقول إن المشاركة الأمريكية ستقتصر على الإسناد الجوي. إذن ما الذي تغير قبل الإعلان عن التحالف عن ما بعده؟ رأينا هذه الضربات في ليبيا أيضا. يعني اتهمت حكومة الإمارات والسيسي بأنهم وراء الضربات وتبرأت أمريكا من الضربات، لكنه لعب يعني وكذب على الذقون، وإلا فالأسطول الأمريكي في البحر المتوسط هو الذي يسيطر على مثل هذا. يعني هم فقط أرادوا أن يغطوا أنفسهم مثل هذا الغطاء الذي يظنون أنه غطاء قانوني أو له مبرر يعني أخلاقي لضرب ما يسمى بدولة الخلافة.
لكنهم ماضين من فشل إلى فشل. بل إنه أعود إلى موضوع ضرب القيادات المجاهدة في سوريا وهذه الخسارة الكبيرة التي يعني خسرناها. هذا يدل على أن أوباما وفريقه لم يستطع أن يوجد له عملاء لكي يديروا الشأن السوري، لأن المعركة التي في سوريا هي في الحقيقة معركة أوكرانيا. يعني الصراع الروسي أمريكي نعم ينعكس في أوكرانيا وينعكس في سوريا طيب. وينعكس في العراق.